مجات الفخار، مميزاتها وعيوبها، وحلقة لو من عشاق النسكافيه تبقى الحلقة دي. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من مطبخ رجالة احلى اكل في مصر. النهاردة احنا جايب لكم مجموعة من المجات، ودي مصنوعة من الفخار. يعني الناس اللي بتشجع المنتج المصري ده حاجة تحفة. اولا تعالوا الاول نقول ايه المج. المج في اللغة العربية الكلمة أنا كنت فاكرها خواجاتي، طلعت اللغة عربية. مج الماء يعني سكب الماء، من هنا جت كلمة مج. ودي هتلاقوها على طول كده في النت، أول ما تكتب معنى كلمة مج هيطلع لك الكلام ده. مش فهلوة مني ولا شطارة، ولكن هي دي الحقيقة اللي موجودة. طيب، بدأ موضوع المج ده في منتصف الثمانينات تقريبا، وكانت من الصين، كانت بتيجي مع الأواني الصيني، وبدأت الناس تستخدم هذا المج لأنه بيتميز عن الإزاز إن هو ما بيطقش. زمان كانت نوعية الإزاز برضو ما كانتش شديدة قوي، فكان لازم تكب المية شوية عبال ما تسخن عشان يحصل التمدد وياخد وقته والكوباية ما تطقش، وبالتالي كان البديل المج. بالنسبة لعشاق النسكافيه بقى، ومع انتشار النسكافيه، وبما ان النسكافيه شيء من البن، فأي حد بيعشق حاجة من البن له مجموعة من الطقوس. انتوا عارفين النسكافيه دايما بيتضرب، سواء بقى بالمعلقه بمضرب باي حاجه، لكن بتقعد في ناس بتحب قوي مزاجها ان هي تضرب النسكافيه بتاعها في السكر عشان يعمل الرغوه، فبيمسك المعلقه بقى ويقلب قلب 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 لغايه ما تديله اللون اللي هو العسلي كده، ويبقى كله كرمل مع بعض، ويبدا يحط الحليب بتاعه ويحط نسكافيه ويشرب. فدي طقوس، وبالتالي المج اللي هو الصيني كان بيستحمل التخبيط ده كله. دلوقتي المجات الفخار هي صناعة مصرية، والفخار طبعا شيء صحي، ولكن لقيت مجموعة من الألوان قلت أجيبها أفرجكم عليها. في اللون ده زي ما انتم شايفين، في الأخضر، في كمان الموف الفاتح، في الأسود البلاك، وعندنا كمان بقى إيه اللي هو التقليدي اللي هو العسلي. ولكن ده مج الخامة بتاعته الحقيقة يعني مستوى ارتفع مليون في المية. ناس كتير بتحب تشرب في المج، هو أكثر صحيا من أي حاجة تانية. ويا سلام بقى لو أنت لقيت المج مش مدهون من جوه، أو مش مدهون، يعني لو لقيته بيسموها عند بتوع الفخار كراكوتا، وده المج بدون أي دهان أو أي لمعة، ده الحاجة الصحية المليون في المية. طيب، مميزات وعيوب المج الفخار. اولا تعالوا نخش في عيوب. اولا عيوبه هو يعني تقيل نسبيا، مش تقيل قوي لكن نسبيا في تقل كده ثانيا التقفيل بتاعه لانه اغلبه بيبقى يدوي، يعني ده تقفيله ممتاز زي ما انتم شايفين كده، حاجه يعني الولد الصنايعي هتلاقوه بيرفكت في الموضوع. بس هتلاقوا مثلا جوه هنا في حته كده هنا بارزه شويه، في دفوهات كده هنا مثلا اودي هنا تلاقوا دي دفوهات بتبقى موجودة، لأن طبعا الشغل اليدوي غير لما بيبقى قالب ومعمول بمكن بيبقى أكثر دقة، وده العيوب. ولكن المميزات رائع رائع رائع. أولا بيستحمل الحرارة، ثانيا بيستحمل المعاملة الفج قوي كفخار، تالت حاجة ان هو بيحتفظ بسخونة الحرارة، ودي من مميزات الفخار، اللي هو بيحتفظ بالبرودة ويحتفظ بالحرارة، لا يتبرر بالبرورة ولا يتبربر بالحرارة. فبالتالي ممكن ان انت بس تعمل نسكافيه، تحط عليه حاجة، خلاص هيفضل سخن لمدة طويلة جدا لانه محتفظ بالحرارة. من الحاجات كمان انت ممكن تعمل فيه مثلا ام علي. ليه لا؟ ممكن اما نشوف اللبن اسعاره هتوصل لفين نعمل ام علي فيه وندخله الفرن، هيدخل الفرن عادي جدا، مفيش اي مشاكل. ممكن لو انت عاوز تسخنه يعني ده يتحط على النار، بس سنه سنه، ما يبقاش نار جامده قوي مره واحده يطق، مفيش حاجه ما بتطقش، لكن مع النار لا يستحمل. فهي مميزاته ان هو بيحتفظ بالحراره، وممكن
يدخل الفرن. دي كانت حلقتنا النهارده من مطبخ رجاله، اتمنى ان تكون عوده كويسه، وما تنسوش بقى ايه، تصلوا على رسول الله، والسلام عليكم.